السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. مين عايز سندوتش بقى من الحلاوة ديت؟ مين عايز سندوتش؟ زي ما انتم شايفين كده معايا كمية مرتة ما شاء الله وسمنة. هنعملها من ايه؟ هنعملها من وش اللبن ده. الوش اللبن ده اللهم صل على النبي، مش قشطة من اللي هي بترقّد اللبن وبتعمله منه جبنة وسمنة وقشطة وكده لأ، ده وش اللبن اللي أنا باغليه. لمّا بتغلي لبن بتبيتيه في التلاجة، وتاني يوم الصبح بتاخدي الوش بتاعه بتحوّشيه كده. اللي أنا فضيتها ديّة كانت في التلاجة من تحت، أمّا اللي هي الصفرا دي كانت في الفريزر. هي الاتنين لبن بقري، بس دي علشان كانت في الفريزر تلاقيها صفرا شوية. فضيتهم كده في حلة معايا أهيّة ما باخلّيش أي حاجة في الطبق علشان طبعًا كُلّه بنستفاد بيه، وهاقلّبهم تقليبة كده بس إيه مع بعض لحد أمّا تفُك كده، وهنشوف هنعمل منها أحلى شوية مُرتة وأحلى حتّة سمنة. بصراحة ولادي بيحبّوا المُرتة وأنا بافرح بالمُرتة أكتر من السمنة كمان. هاقلّبه كويس كده، ولو عندِك بقى شوية لبن مثلًا حاطّاهم يروبوا تعملي بيهم رقاق، تعملي بيهم حاجة أو ما غليتيش وزي ده كده وخدتِ منه معلقتين قشطة معاهم، بيخلّيه زي الفل. ما عندكيش بتقلّبي اللي هو الوش بتاع اللبن ده كده، وبعد كده بنحطه على البوتاجاز هيطلّع معايا أحلى مُرتة. بصراحة هو بيطلّع مُرتة كتير، يعني المُرتة بتاعتها بتكون أكتر من السمنة. بس إحنا بنفرح بيها لإن طبعًا كل حاجة غالية، وأنا كده طلّعت مُرتة من يا بلاش. كده معايا عود سريس أهوّة غاسلاه، إن شاء الله نعمل بيه ساندوتشات بقى بس بعد المُرتة بتاعتنا بقى أمّا تستوي كده إن شاء الله ونطلّع منها السمنة. شايفين لازم تكون عينِك عليها ما تبعديش عنها ولا دقيقة لحد أمّا تلاقيها إن هي هتفور كده، يعني ابتدت تغلي بتوطّي عليها النار. لو أنتِ وطّيتِ عليها النار من أول تسويتها لآخر تسويتها مش تفور منِّك، لإن لو سِبتيها بس دقيقة واحدة كمان هتفور منِّك كلّها على البوتاجاز ومش هتلاقي فيها أي حاجة. طول فترة التسوية نار البوتاجاز بتوطّيها على الآخر وبتسيبيها. وكل دقيقة بقى تقلّبي فيها، يعني رايحة جاية كده بالمعلقة وتقلّبي فيها، هتفضل معاكِ الحلة بتاعتِك نضيفة ولا هتفور ولا أي حاجة، وهتفضل ببركتها. تلمّي كده تقلّبي تجيبي من القعر، وكمان تلمّي الجوانب كده ما تخلّيش حاجة على الجناب، علشان ما يعملش جناب منها ويتحرق وكده. دايمًا زي ما أنتِ شايفة كده، كل دقيقة كده رايحة جاية إيديكِ في قلبها، بس أهم حاجة على تكون على نار هادية خالص. يعني هتوطّي البوتاجاز وتسيبيها بقى وتنسيها، مش تنساها في التقليب، لأ تنسيها لحد أمّا تستوي براحتها علشان ما تفورش منِّك. كده فضلت أقلِّب زي أنا ما قُلت لكم لحد أمّا ابتدت إن هي تعزل كده، السمنة بتبان أهيّة، المُرتة بتبان تحت أهي. هاقلِّب برضه كده زي ما أنتم شايفين، دايمًا إيدِك فيها بالتقليب وتلمّي الجوانب زي ما أنتِ شايفة. الحلة بتاعتي نضيفة ولا حاجة فارت منّي ولا أي حاجة. لحد أمّا بتشوفيها كده ما شاء الله أهيّة ابتدت إن هي برضه تفصل أكتر، بس لسه فاضل الطبقة اللي على الوش دي، أنا مش محتاجاها. أنا لازم الطبقة ديّة أسيبها كمان أقلِّب وأسيبها لحد أمّا الطبقة دي تختفي تمامًا. هنشوف بقى هنعمل فيها إيه. اللهم صل على النبي. زي ما أنتِ شايفة كده، طول ما أنتِ بتقلّبي فيها لا هتعمل معاكِ قعر ولا هتشيط ولا أي حاجة، هتطلع معاكِ أحلى حتّة مُرتة وأحلى شوية سمنة. حطّيت لها الملح كده وهاقلّبها بقى وبعد كده هابقى أدوقها، لو لقيتها محتاجة ملح هاحُط لها ملح، ما لقيتهاش محتاجة يبقى كده تمام. شايفين بسم الله ما شاء الله اللي كان على الوش معانا فِصِل أهوّة ونزل مع المُرتة تحت. بقى دلوقتي السمنة لوحدها والمُرتة لوحدها، الريحة بتاعتها بصراحة بتبقى جميلة، بصراحة ريحتها بتبقى زي العسل. على فكرة الأولاد ما بيبقوش صابرين لمّا تخلص، كل شوية رايحين جايين على البوتاجاز ويبصوا يشوفوا كده خلصت والّا لسه. لإن بصراحة كُلّنا بنعشقها. شايفين ما شاء الله المُرتة بتاعتي تحت، والسمنة على الوش أهيّة، هاطفي عليها بقى واركنها لحد أمّا تبرد. أنا راكناها كده مميّلة الحلة على حاجة علشان خاطر تصفّي لي السمنة بتاعتي على جنب. بس اتأكدي منها واضبطيها كويس عشان ما تُقعش منِّك. صفّيت السمنة بتاعتي أهيّة، هي بصراحة ما بتطلّعش كمية سمنة كتير، بس إحنا باعملها علشان خاطر المُرتة، يعني ما شاء الله كمية المُرتة بتكون كتير أكتر من السمنة، بس حلوة أوي فضل ورضا. جميلة وزي الفل، إحنا بندوق المُرتة اللي ما بنعرفش نشتريها،
وكمان حتة سمنة حلوة كده نعمل منها أي حاجة. صفيتها مرة وادي كمان مرة اهيّة، وبعد كده هارجّعها تاني على النار، هتطلّع معايا سمنة برضه تاني، أحمّرها شوية وهي هتطلّع معايا سمنة كمان. اللهم صل على النبي، زي ما أنتم شايفين أهو، شايفين لسه فيها سمنة أهي، شايفين بقى قعر الحلة بتاعي، هاورّي لِك قعر الحلة علشان خاطر التقليب المستمر. قعر الحلة نضيف أهوّة، ما فيش أي حاجة لازقة ولا أي حاجة ما شاء الله شايفين، ولا في حتّة لازقة ولا في حاجة محروقة ولا أي حاجة. قبل ما أحطها على النار تاني بقى هادوق الملح بتاعها، لقيتها محتاجة هازوّدها شوية ملح. كده أنا حطيت لها شوية ملح أقلّبها بقى وأحطها على البوتاجاز تاني برضه على نار هادية، كل سواها على نار هادية. شايفين ما شاء الله عملت معايا سمنة تاني أهي. اللهم صل على النبي. لمّا بتغلي تاني كده تاني دور ده بتطلّع معاكِ سمنة كمان. شايفين السمنة ما شاء الله، سمنة بقى بقري كده جميلة وريحتها زي العسل. فضّيت السمنة بتاعتي وركنتها كمان شوية برضه، فيها حبّة كمان أهُمّة صغنّنين كده، هافضّيهم وناخد بقى العجوزة بتاعتنا أو المُرتة زي أنتم ما بتقولوا عليها. أنا عندنا أنا هنا في البيت باقول عليها عجوزة، وأولادي كمان بيقولوا زيي، بس هي في العموم والناس كلّها عارفاها بالمُرتة. هافضّيها كده في الطبق بتاعي، بتطلّع معايا ما شاء الله طبق محترم، ما شاء الله طبق كبير. بصراحة بالليل، بالنهار، صبح، مغرب، كُلّه لحد أمّا تخلص، مُعتمد على الساندوتشات بتاعتها، ما حدّش بيعمل أي ساندوتشات إلا منها لحد لمّا تخلص. شايفين ما شاء الله فيها كمية سمنة كمان أهيّة، بس أنا طبعًا مش هاصفّيها، هاخلّيها كده بتبقى فيها فايدة وفيها غِذا. طبعًا إحنا اللي هناكلها مش هنبيعها لإن الناس اللي بتبيعها ما بتخلّيش فيها ولا فسفوسة سمنة، بتصفّيها يعني بإيه، بتخلّيها ناشفة على الآخر. زي ما أنتم شايفين كده، ولو عجبكم الفيديو أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.